جاي نشوف السنة والشيعة عايشين بسلام، وجاي نشوف بعض الناس مثل هذا السفيه جاي يشعل فتنة الطائفية، لأن هذا الرجل اللي أنت جاي تسولف به مرجع الكثير من الناس، وراح يطلع لك كم واحد راح يرد عليك بنفس اللغة مالتك، وراح تأجج الطائفية. هذا يحكي على الشيعة وهذا يحكي على السنة، وراح ترجعونا إلى مربع 2007. ما أعرف هل القضية بها توجيه سياسي، كل فترة طلعتوا لكم ترند من هذا صوب لو من هذا صوب، في سبيل التغطية على بعض الأمور اللي تردون تغطونها، تردون الشارع يلتهي. بس الشارع واعي والشارع يفتهم والناس تفتهم، وهذا تصرف فردي ما يمثل طائفة. وناس بالطرف المقابل هم مثل طينتك هاي تعبانة، راح تعطيهم مبرر، راح يطلعون ويقسموا لك ويقسمون الطائفة كاملة، وراح يقولون ها شوفوا تذكرون احنا من كنا نغلط نقصد مثل هذا الشخص، من رغم انتم اثنيناتكم نفس الطينة التعبانة. هذا المجتمع ترى واعي، يعرف ويفتهم ويعرف شنو مقصدكم انتم من الطشة والترند، واثنينكم تعبانين.